من هو الصحابي الذي قاتل أسداً وأدهش الفرس؟ بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة، إذ يتفاجأ المسلمين بأن الفرس قد جلبوا معهم أسداً مدرباً على القتال، وبدون سابق إنذار يركض الأسد نحو جيش المسلمين وهو يزأر ويكشر عن أنيابه، فيخرج من جيش المسلمين رجل بقلب أسد، ويركض الرجل المسلم الشجاع البطل نحو الأسد في مشهد رهيب لا يمكن تصوره. فكيف لرجل أن يركض نحو أسد؟ وأعتقد أنها لم تحدث في التاريخ أن رجلا يركض نحو أسد مفترس. الجيشان ينظران ويتعجبان، فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه أسدا؟ انطلق بطلنا كالريح نحو الأسد، لا يهابه، وبصدره عزة وإيمان وشجاعة. المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله، بل كان يعتقد أن الأسد هو الذي يجب أن يهابه، ثم قفز عليه كالليث على فريسته وطعنه عدة طعنات حتى قتله، فتملك الرعب من قلوب الفرس. كيف سيقاتلون